السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دعاء صلاح ان شاء الله. اللي لسه جديد معانا في القناة يشترك بقى كده ويفعل زر الجرس علشان خاطر يوصلوا مني كل جديد. وما تنسوش اللايك والاشتراك يا جماعة، بقول لكم اهو. احلى اخوات في الدنيا انتوا طبعا عيلتي التانية، ربنا يجازيكم كل خير وشكرا جدا. بصراحة مش عارفة اشكركم ازاي على كمية التعليقات الحلوة الجميلة منكم. بصراحة انا كنت ناسية بقى كده كنت فاكرة ان انتوا هتنسوني. بس طبعا الحمد لله. انتوا بتعليقاتكم الجميلة يعني يعني مش عارفة والله اقول لكم ايه، بس بصراحة اسعدتوني جدا. وكنت فرحانة جدا والله وانا بقرأ التعليقات كلها. هنا بقول لكم حطوا اللايك. بصوا بقى ان شاء الله النهاردة معانا آه، وصفة حلوة جدا وسهلة. ممكن تعملي بقى ايه؟ ده معاذ ابني بيقول لكم حطوا اللايك. ممكن تعملوا دي جنب مكرونة. ممكن جنب عيش وبطاطس زي ما انتوا حابين. هنعمل مع بعض النهاردة كبدة البانيه. سهلة جدا وحلوة. هنجيب مع بعض كده ده نص كيلو كبدة شرايح. ومعانا التوابل بتاعتنا. معايا معلقة صغيرة بصل بودرة، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة نص معلقة فلفل أسمر. ومعانا هنا بهارات اللي هم 7 بهارات. ومعايا كمان ليمون. ماشي. ومعايا معلقة كبيرة اللي هي الهريسة بتاعت الفلفل الأحمر، اللي هو الفلفل اللي هو الهريسة الشطة يعني. تمام. ما ننساش بقى طبعا كمان شوية كمون لو حابين تضيفوا عليها شوية كمون. هنضيف مع بعض كده ان شاء الله كل المكونات. وهنعصر الليمون بتاعنا ونحط معلقة من الخل. كل ده طبعا هي الكبدة يا جماعة مش بتتبل كتير، يعني هي بتاخد ممكن 10 دقايق ولا حاجة تجهزيها. وبعدين بقى ان شاء الله هنشوف مع بعض نجهزها مع بعض وهنقليها في الزيت. وطريقة سهلة جدا وتغيير. ممكن زي ما قلت لكم تعملوا جنبها شوية مكرونة بصلصة. آه، ممكن كمان بالعيش. احنا بصراحة اكلناها بالعيش كده وجنبيها بطاطس. تمام. هنحط هنا شوية خل. نحط اللايك بقى. وشكرا جدا للناس الجديدة معانا. شكرا ليكم ونورتوني. هنقلب طبعا كل المكونات دي مع بعض كده. اهم حاجة ما ننساش نحط المكونات كلها ونحط توم. لو انت حابة تحطي توم تمام، مش حابة تحطي توم وحطيتي توم بودرة ماشي. بس انا حبيت يعني ازود لها هريسة الشطة دي بتكون حلوة، بس انا حاطة عليها معلقة توم كمان. هنا قلبتها مع بعض وسبتها هنا 10 دقايق. وبعدين جبت بقى الكفر بتاعنا اللي هو كنت عاملاه لكم قبل كده، اللي هو بجيب ربع كيلو من البقسماط، وعلى ربع كيلو فيجيتار مثلا حار او عادي، وكوباية دقيق وكوباية نشا او نص كوباية نشا. كل ده بقلبه مع بعض وبخليه عندي في التلاجة مثلا لكبد زي كده، لبانيه، لأي حاجة عايزة تعمليها، فراخ مثلا عايزة تعمليه بالبيض وبالبقسماط. فبيكون عندي بصراحة وموفر جدا احسن من الاكياس الجاهزة. تمام. هنجيب كده مع بعض الكبدة بتاعتنا اهو ونحطها كده في الخليط بتاعنا عشان خاطر طبعا هنروح نقليها في الزيت دلوقتي. اهو نطلع كده يعني بننفضها من كل الزيادات. وهنا زي ما انتم شايفين حطيناها كده في الزيت طبعا عشان تحمر يا دوبك، مفيش ثواني من هنا وهنا، يعني بتاخد لون على طول. تمام. هنقلبها كده عشان تستوي كويس. هي بتاخد لون على طول ونهدي النار عشان كمان تستوي. ممكن تحمر منك وتكون نية، بس انتي تحاولي تهدي النار كده يعني وتكون نار وسط عشان تستوي وتكون حلوة. ولا بتشد ولا اي حاجة، بتكون مستوية وحلوة، بس بتكون في كفر كده عليها من الجنب. ده لو حابة ان انتي تشيليه شيليه. تمام. هنخلص طبعا كل الكمية. انا هنا كنت بقلي جنبي الكبدة، وكان فاضل طبعا كام قطعة كده. قلت برضو اوريهولكوا يعني لسه ما خلصتش، مستمرين اهو. نحط اللايك بقى كده لو وصلنا هنا، ونصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. وبحب اشكركم جدا جدا على تعليقاتكم في الفيديو اللي فات. جزاكم الله كل خير. والناس الجديدة معانا على راسي من فوق. طبعا انتوا والله كلامكم ده بيفرحني وبيسعدني جدا. لاني عشان بقالي فترة 5 شهور كده ما نزلتش فيديوهات، فقلت ياه ده أنا لو رجعت ما حدش هيعلق لي، ما حدش هيفتكرني اصلا. بس بحب اشكركم يعني.
جزاكم الله كل خير. بصوا هنا احنا خلاص اهو قربنا نخلص. زي ما انتم شايفين كده بنطلعها طبعا على مناديل مطبخ، ونسيبها طبعا تنزل الزيت الزيادة، وتحطيها بقى طبعا في طبق التقديم، وتزوقي بقى زي ما انت عايزة بقى، شرايح ليمون، قطع طماطم، اي حاجة. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وطريقة سهلة جدا جدا، يعني حبيت اقولها لكم عشان المبتدئين. طبعا في بنات جميلة كده معانا. جزاكم الله كل خير، اشوفكم في رعاية الله ومع الف مليون سلامة.